ارقامهم مستقبلا. خلينا نعيش المباراه لان المباراه تكتيكيا مهمه جدا في الملعب من الفريقين، والمهاره الحلوه موجوده. ادي استلام ثاني وتحضير جوردن ايو حافظ عليها وبالعرض، واول اهداف اللقاء. اول اهداف اللقاء. نعم 1-0 المنتخب الغاني. ادي الهجوم السريع اللي بقول لحضراتكم عليه. غيروا فلسفتهم، غيروا كورتهم، غيروا شكلهم، غيروا الستايل بتاعهم. عندهم القدرة على التعامل مع اكتر شكل لتقديم افضل مضمون. نجحوا ان يجيبوا الجون ويسجلوا اول اهداف اللقاء. بص قطعوها، بص هنا الريتم السريع، بص اهي، بص السرعه، بص السرعه، بص الاثنين اللي دخلوا منطقه الجزاء ثم على طول في المرمى والشباك مقطوعه ليكون اعلان عن اول اهداف اللقاء. مثلا حتى لو غيروا التيشيرت. انطلاقه كيمو، فرصه كيمو، لا 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 لا. التعادل. الله. هداف اسيا الاول يحرز الهدف الاول. لا. هداف يا ولدي، هداف في اسيا وهداف ضد فرق افريقيا ايضا، وليس فقط ضد فرق اسيا. عملها المعز ونجح في الضغط الجميل والاستحواذ والاستخلاص ويسجل هدف التعادل. بص هنا الوقوف على خط واحد، توقيت القرار، توقيت الباص العميق اللي اتعمل، عدى ومر وفات، انطلق وبمرور رائع بعد ذلك شاط. الله عليك من خوخي يا ابو علام. نعم متشفره والله، وكانها متشفره على اقدام المعز علي ليون. على طول ادي 2 على 1. خلي بالك العرضيه، الرقابه مهمه. مين على الايمن القريب؟ ادي الايمن القريب، هو ده الكلام. خلي بالك يا ولدي. اوفسايد يا سيدي. الحكم حسب هدف. الهدف الثاني لاندري ايو لم يكن متسلل. كان هناك اعتقاد انه متسلل لكن لم يكن هناك تسلل، ليتقدم المنتخب الغاني بثاني اهداف اللقاء. الكل بيبص للحكم المساعد. مفيش فار، مفيش خدمة الفار يبدو ذلك، او ده الطبيعي. لكن اوفسايد ولا لا هنشوف. نرجع لايام ما قبل الفار بقى وحسابات ما قبل الفار. ادي الكرة العرضية، خط الظهر هيطلع بالكامل. عبد الكريم حسن هو اللي مغطي الاوفسايد. هدف صحيح 100% لصالح المنتخب الغاني. يسجل اندري ايو. مختلفة، ودي عظمة احتكاك العنابي الحقيقة بكوبا امريكا. ادي انطلاقة تاني، فرصة هدف ثالث ولا ايه؟ نعم هدف ثالث بروعة واداء جميل. جودوين منسى. ينجح تماما الفريق الغاني من خلال صامويل اوسو في احراز الهدف الثالث، ولم يكن هناك تسلل. صامويل اوسو لاعب اللي قلت لحضراتكم بيلعب في السعوديه في نادي الفيحاء السعودي، لعيب عنده 24 سنه. ضرب خط الظهر تماما اهو حضراتكم. بص ناحيه الشمال، نزل عشان ما يبقاش اوفسايد، وعمل سبيد تيرن جميل في توقيت مناسب. ولو طلع عبد الكريم حسن خطوه واحده فقط كان خلاه في الاوفسايد. الولد كمل بشكل جميل واتعمل له باص حلو. نفس الفكره بتاعت هدف منتخب قطر في الشوط الاول. ريه الهجمه من اهم العناصر، استمرار الهجمه. تاني تحضير عميقه، فرصه الهدف الرابع ولا ايه؟ عايزين يجيبوا الهدف الرابع، خطرين جدا. اشتغل بعرض الملعب الى ضربه المرمى، بل هدف رابع بسهوله جدا. يسجل الفريق الغاني الهدف الرابع. جوردي ايو واندري ايو وابناء عبيدي بيليه يتالقون ويبدعون. مش محظوظ محمد البكري حارس المرمى الحقيقه. ادي هنا مفيش اوفسايد، عدى بشكل كويس، اشتغل بعرض الملعب فعلا بهدوء قوي. اندري ايو يسجل الهدف الثاني. شوف تمريره عائليه. السماح ب اللي الثاني على طول من جديد. ادي العرضيه ثاني عاليه فوق، والهدف الخامس. 5 اهداف. لاعب رقم 13 اللي لسه نازل حالا، يعقوبيان، لاعب ترابزون سبورت، يسجل 5 الاهداف. اللي بيرفع براحته، واللي بيسجل براحته. لا يجوز. دخلنا في مرحلة اللا يجوز. اهو بص خط الظهر موجودين لكن ما بنراقبش، مفيش ضغط كويس. شوف سايبين اسماعيل محمد ما راحش ضغط، ساب الراجل يرفع براحته، واللي بيلعب بدماغه لاعب رقم 13 يعقوبان الحقيقة.